مساء الخير، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارفه والله ان انا طولت عليكم بقالي كتير. النهارده هتكلم عن حاجه مهمه خالص، وهو هنتكلم النهارده عن الكيتو دايت. تمام. الكيتو دايت طبعا عشان خاطر انا بدرسها في البايو كيمستري، فانا لقيت ان هو من المواضيع المهمه ولازم ناس كتير تعرفها. ايه هو الكيتو دايت؟ الكيتو دايت هو عباره عن دايت الناس بتستخدمه. طبعا الدايت ده اصلا كانوا بيستخدموه في حاله الابيليبسي، يعني في حاله الصرع. تمام. وبعد كده لقوا ان هو بيجيب نتيجه وان هو بيخسس، فيستخدموه عندي في الانسولين ريزيستنس. يعني مثلا عندي مرض السكر بالذات، دايابيتس تايب عندي كمان مرض السكر، وعندي الدايابيتس تايب 2 كمان. الناس اللي بيجي لها سكر بسبب الاوبيزيتي او بسبب انها بتبقى تخينه زياده، فاستخدموا معاها الكيتو دايت. فمن هنا بقى يا جماعه بدانا ان احنا نستخدم عندي الكيتو دايت عندي في حاله ان هو ممكن يخسس الناس. تمام. يعني احنا ممكن نستخدمه عندي من غير اي ما يكون عندي فيه اي ديزيز او في اي مرض بيكون موجود عندي في الجسم بتاعي. تمام. طب ايه بقى الفكره عندي في الكيتو دايت؟ قال لي بقى ان الكيتو دايت عندي ان انا بستخدم عندي الكربوهيدرات بنسبه قليله. يعني انا بقلل النشويات خالص. تمام. يعني حوار الرز والعيش والحاجات دي كلها انا بقللها. طب ما انا بعمل ايه؟ بزود الدهون عندي اللي في جسمي. تمام. بس في نفس الوقت ان انا طبعا بزود الدهون عندي، زي الافوكادو مثلا، زي عندي وليكن البيض، اي مصادر دهنيه عندي. بس الفكره بقى ايه؟ الفكره ان انا بستخدم ده بحيث ان هو الليفر بتاعي. طبعا انا عندي الكيتوزس او عندي الكيتون بودي بتتكون عندي في الليفر، في الميتوكوندريا بتاعه الليفر. فاللي بيحصل فيها ايه بقى؟ بيحصل انا في حاله الفاستنج، في حاله الصيام المتقطع، او في حاله ان انا صايم بقالي مده طويله، بيحصل ايه بقى؟ الليفر بتاعي بيحصل فيه عمليتين مهمين جدا، هما الكيتوجينيسيس والكيتوليسيس. هما الاثنين لما بيحصل فيهم تكسير او اوكسيديشن عند الفاتي اسيد، فده منها بيتكون عندي الكيتونز بادي اللي بتكون موجوده عندي في الجسم بتاعي. فمن هنا بقى بيبدا عندي الكيتون بادي او الكيتو دايت. جاي مصطلح الكيتو دايت عندي من انا بيكون عندي الكارب بقللها خالص. يعني انا مثلا بقلل الكارب بتاعتي بنسبه 5%، ان هو انا بخلي مثلا الطبق بتاعي يبقى فيه بس 5% عبارة عن كربوهيدرات. تمام. الكربوهيدرات عندي بقى مش اللي هو الكربوهيدرات اللي هو العيش والرز والحاجات دي، لا. ده انا بحاول اخليها على قد ما اقدر تبقى عندي مثلا في الخضروات بتاعتي، خضار بحط عندي الكرب بتاعي يبقى خضار. تمام. بزود عندي بعد كده بزود عندي طبعا فاتس. تمام. اللي هو الدهون بتاعتي. وبزود كمان بحط فيها بروتينز. تمام. بتبقى عندي بنسبة وليكن تلت الطبق، يعني 20%. في حد مثلا ممكن يقول لي طب انا يا دكتور ممكن لو زودت عندي بروتينز بتاعتي انا كده هدخل عندي في جلوكونيوجينيسيس. طبعا احنا عارفين الجلوكونيوجينيسيس ان انا بيتكون عندي الجلوكوز بتاعي من ان انا لما بيكون عندي في مصادر غير كربوهيدراتيه. يعني انا ممكن استخدم عندي البروتينز، ممكن استخدم عندي اي مصادر تانية بحيث ان انا اكون منها الجلوكوز بتاعي. تمام. بس ده ما بيحصلش عندي. انا بس فكره عندي الكيتو دايت عندي ان انا بخلي البروتين عندي بنسبه قليله، وان انا بتعتمد عندي على نسبه الصيام المتقطع، ان انا بكون صايمه مده 14 16 ساعه. بعد كده تبدا تقول بقى انا ماشي على الكيتو دايت. ما حدش يجي يقول لي بقى ان انا مثلا وليكن انا بقلل الاكل وكل حاجه. بس انا مثلا، او مثلا انا بقلل الوجبات بتاعتي، بس انا شغال الوجبات بتاعتي 5 6 وجبات في اليوم. لان انا لو اشتغلت عندي بال5 6 وجبات في اليوم طول المده بتاعتي كده، انا بحافظ الانسولين عندي. وانا في فكره الكيتو دايت بتاعي انا بخلي الانسولين بتاعي ما يشتغلش، لان انا الانسولين فكرته ان هو يكسر عندي الجلوكوز. انا فكرتي ان انا ما بيكونش اصلا عندي جلوكوز اكله او مصدر من الجلوكوز بتاعي. عشان كده انا بحاول اقلل عندي الجلوكوز خالص، او الغي فكره الجلوكوز خالص عن طريق ان انا بمنع عندي الانسولين. عشان كده قلنا ان هي بيستخدم عندي في حاله الانسولين ريزيستنس، ان الانسولين ريزيستنس اصلا بيكون عندك الانسولين ده مش شغال اصلا. يعني انت عندك مشكله في الانسولين، في المحفزات او في المستقبلات بتاعه الانسولين بتاعتك. فبالتالي انت ما بتاخدش جلوكوز كتير، يعني ما بتاخدش اي حاجه فيها جلوكوز كتير. تمام. طبعا يا جماعه احنا عارفين ان المخ او البرين بتاعنا، يعني الكيتو دايت ده مهم في ايه؟ مهم عندي ان انا في حاله المخ ان انا عندي اول خط عندي في المخ عشان خاطر ياكل او البرين بتاعي، هو انا عندي الجلوكوز. تمام. طب انا الجلوكوز بتاعي مش موجود، انا قاعد صايم طول اليوم مثلا، ما عنديش مثلا اكل، انا مش يعني كميه مثلا ما اكلتش النهارده كويس، او قاعد صايم مثلا 17 18 ساعه. ففي الحاله دي انت مش هيبقى عندك الجلوكوز كمصدر رئيسي. يبقى في عندي بقى الخط التاني هو عباره عن الكيتون بوديز اللي بتتكون عندك نتيجه الكيتو دايت. ويا جماعه الكيتون بوديز دي يعني اكتر حاجه المخ بيحبها، يمكن كمان بيحبها اكتر من الجلوكوز. طب ليه يا دكتور؟ عشان خاطر هي بتبقى عندي سمول، بتبقى عندي حجمها صغير، وبتبقى عندي كمان ووتر سيربل، يعني تبقى دايبه، وممكن تعدي كمان البلاد برين بارير، يعني انت ممكن تعدي كمان عندك جدار المخ بتاعك. فدي بتبقى كويسه.
وبكده يا دكاترة انا يعني قدرت اشرح لكم عندي فوائد الكيتو دايت. ان شاء الله هعمل فيديو كمان على اضرار الكيتو دايت، لان طبعا زي ما احنا عارفين كل حاجة ليها ميزة وليها عيب. فانا كمان زي ما انا عارفة ان الكيتو دايت بيكون ليه مميزات، هشرح لكم بقى المرة الجاية